مباراة حتى الآن الأهلي يستكمل مشواره للحفاظ على اللقب. شكرا ليك طبعا. الحمد لله المكسب كان مهم بالنسبه لنا، وكل مباراه النادي الاهلي مهمه ان انت تدور على المكسب وتدور على المكسب بشكل كويس. في مكاسب كتيره النهارده بغض النظر طبعا عن النتيجه والاهداف. لا انت شغال ماشي في التراك بتاعك، كل مباراه بتدور على مكسبك، فالحمد لله يعني. المكسب النهارده كان بالنسبه لنا شيء كويس. لعيبه كتير قوي خدت مباراه كامله النهارده. الصغيرين كريم الدبيس النهارده بياخد مباراه كامله. كوكا بياخد المباراه كامله. قفشه جاب جون حلو. يعني مش عايز طبعا اتكلم على كهربا، طبعا كان بقاله ماتشين مش عارف يجيب جون، فكان متضايق جاب فيعني فالاهداف طبعا بتبقى حاجه كويسه، والحمد لله مبروك المكسب لجمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله احنا نكمل مسيره انتصارات في الفتره الجايه. أعتقد كمان الفترة اللي جاية مرحلة كتيرة وضغط مباريات مهم جدا للنادي الأهلي، والمسؤولية تحديدا الموسم ده تقيلة شوية وكبيرة، لكن أعتقد الأمور كلها مترتب لها بشكل ممتاز. شايف إزاي بقى بالنسبة لك دلوقتي مرحلة قفلت، عندك مباراة إنبي ثم استكمال بقية المباريات قبل التوقف؟ انت عارف جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي كلهم متفقين ان الصفحه اللي بتخلص انتهت. احنا دايما خلاص الموسم اللي فات انتهى وخدنا البطولات، نسينا الكلام ده كله، فاحنا بندور على البطولات السنه دي وعلى كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها، ونتمنى طبعا التوفيق من عند ربنا ان هو يكرمنا ان احنا نقدر ان احنا السنه دي ناخد كل البطولات اللي بنشارك فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداء والأروع من النادي الأهلي، فوز مستحق 4-0 مع الرأفة، مع فرص بالجملة ضايعة، تألق كبير من النجم قفشة، إمام عاشور سيطرة كاملة على نص الملعب، دفاع وهجوم زي ما قلنا، أحسن لعيب في مصر، كل كورة كل هجمة لازم يمضي عليها إمام عاشور ويكون مشارك فيها. ودي أكتر حاجة بسطتني في الماتش، هو والعودة كبيرة لقفشة للتهديف والدور المحوري في خط نص ملعب النادي الأهلي، اللي بيدينا حلول كتيرة من خلال قفشة وتحركاته وتمريراته القوية. طبعا إمام عاشور حدث ولا حرج. طبعا كهربا حط هدفين لكن ضيع بتاع 3 كور على الأقل، كان ممكن يعمل سوبر هاتريك أو ميجا هاتريك، ولكن الجاي إن شاء الله يا كهربا هيبقى أفضل وأحسن كتير. ألف مبروك، إن شاء الله في دوري المجموعات يكون موقفنا السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت ونتأهل من بدري، ما نسيبش التأهل للحظوظ والحظ زي ما حصل السنة اللي فاتت. فالتأهل مش بإيدينا وبمعجزة تم، ولكن السنة دي إن شاء الله نتمنى من الفريق إنه يركز كويس، إنه يحسم تأهله من البدايات، ما يسيبش الموضوع معلق للآخر عشان أعصابنا ترتاح، وإن شاء الله نحقق البطولة ال 12. والماتش الجاي إن شاء الله مع إنبي في بطولة كأس مصر ماتش مهم جدا، وإن شاء الله الأهلي يحصد كل البطولات. بالتوفيق للأهلي، إن كنت أهلاوي أصيل ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.